بداية الحلقة الأولى بنشوف واحدة اسمها فيروكا وهي بتشوف في ملفات موجودة في قرص، وفجأة بيدق حد الباب فبتحتفظ بنسخة من الملفات دي على اللابتوب وبتخبي القرص وبتروح تشوف مين على الباب. فبتلاقي زوجها ماورو بتسأله ايش بتعمل هنا؟ بيقول لها انا قلق عليكي وايه اللي بيحصل معاكي. بتقول له هي سيبني وانا هحط حد المعاناة دي كلها، وبتقفل في وجهه. وبعدها بنشوف هنا واحدة اسمها راكيل بتحلم بكوابيس بتجيلها دايما بعد وفاة امها، وبتصحى من النوم وجنبها زوجها جيرمان، وبيكونوا هما الاثنين حينتقلوا من بيتهم ده وبيلموا اغراضهم. وبتودع راكيل صاحبتها المقربة تيري. وبنرجع هنا لفيروكا وبنعرف انها كانت مدرسة ادب في ثانوية نوبارز، وفي يوم بعد ما خلص دوامها بتلاقي في حد كتب شتيمة على سيارتها وكمان ثقبوا كل الاطارات. بتروح للبار اللي جنب المدرسة وبتسأل صاحبة البار كونتيشا اذا شافت اللي عمل في سيارتها كده، بس كونتيشا بتقول لها انها ما شافت حاجة، بس أكيد حيكون واحد من طلابك. نرجع للحاضر، بتكون راكيل وزوجها وصلوا لبيت أهله وهم على طاولة العشاء. بيقترح خيرمان يحتفلوا بمناسبة رجوع راكيل للشغل تاني، بس أمه بترفض، بتقول له إنه أبوك لساته ميت من 3 شهور بس وإنت مش حزنان عليه ليه؟ وبتسأل راكيل عن قديش استغرق منك وقت عشان تتجاوزي حزن موت أمك. بتنزعج راكيل من السؤال ده وبتقول لها كتير. بعدها بتستأذن منهم عشان تروح تنام. نرجع للماضي، بعد ما بترجع فيروكا لبيتها وبتبدأ تصحح أوراق اختبار، وواحدة من الطلاب اسمها نيريا كاتبة لها عبارة مسيئة ليها. وفي الصباح بتلاقي نفسها نامت على المكتب وكاسة الشراب انكبت على الأوراق. بعدها بتروح لدوامها وبتوزع على الطلاب أوراق الاختبار ما عدا نيريا اللي بتسألها عن رأيها في اللي كتبته. بترفض فيروكا تجاوبها، فبتقول لها إنه الكل بتناقل كلام عليكي. فبتسألها انت بإيش بتتهميني؟ بتقول لها ما شفت إيش انكتب على سيارتك أمس. فبيدافع عنها طالب اسمه ياغو، ولكن بتطردهم فيروكا من الفصل هما الاثنين. وبعد ما بيخلص الدوام بتقابل طليقها ماورو قدام المدرسة واللي بيكون هو كمان معلم. بيسألها عن سيارتها، بتقول له انها اخذت واحدة ثانية وبعدها بتتركه. بتجيلها رسائل على جوالها من رقم مجهول بيقول لها انه عايز يقابلها، ولو ما عملتي حاجة بالشيء اللي اعطيتك اياه راح افضحك. في اليوم الثاني في المدرسة وهي في حمام المعلمين بيدخل عليها ياغو وبيخنقها، بيقول لها انت بتعذبيني يا فيروكا، وبيبدأ يبكي وبتحاول هي تهديه بس بدون فايدة. بيسمعهم صديقه روي من برا وبيدخل هو كمان للحمامات وبيشوف ياغو وهو بيبكي. بيسألها ايش عملتي له وده كله ذنبك انتي. ونرجع لراكيل واللي بتروح للدوام اول مرة في مدرسة نوبارز وهي كمان معلمة ادب. واول ما بتدخل للمدرسة بتشوف نيريا وهي بتلقي خطاب نسوي. بعدها بتقابل بقية المعلمين وبيرحبوا بيها. وقبل حصتها الأولى بتقول لها واحدة من المعلمين إنك شجاعة جدا تقبل الشغلانة دي، بس راكيل ما بتفهم قصدها وبتسألها عن السبب. بتقول لها مش سهلة تحلي محل معلمة انتحر. وهنا بتنصدم راكيل لأنها ما كان عندها خبر بالموضوع ده، ومر على انتحارها 3 أسابيع بس كانت مفقودة لفترة، وواحد من طلابها هو اللي لقى جثتها، والمعلمة دي هي فيروكا. بعد الخبر الصادم ده بتروح راكيل لدرسها الأول وبتعرف عن نفسها، بس الطلاب بتعاملوا معاه بقلة احترام. بتوزع عليهم أوراق اختبار قصير عشان تعرف مستواهم. بعد الحصة وهي بتصحح في أوراق الاختبار بتلاقي ورقة إعلان فقد فيروكا بين الأوراق ومكتوب فيها من ورا كم سيستمر من الوقت قبل أن تموتي أنت أيضا، وده بيرعبها جدا. في اليوم الثاني بتحاول راكيل تعرف مين اللي كتب لها العبارة وبتشك في نيريا. بتقول لهم إنها صححت أوراق الاختبار وقدرت أقيم مستواكم. بتسخر عليها نيريا وبتبدأ تقول لها عن كيف كانت بتتعامل معاهم فيروكا وهي أحسن منك بكثير، وإنها كانت بتشارك معانا قصص كثيرة من حياتها. بس راكيل بتقول لها إنه أسلوبها بالتدريس مختلف عنها. بيقول لها روي أنت خايفة لذا السبب مش عايزة تشاركي معانا حياتك الشخصية. بتسأله عن السبب، بيقول لها لأنه لو شاركتي حياتك الشخصية معانا ممكن نستغله ضدك وينتهي بيك الحال زيها. بس ما تخافي، احنا لو عايزين نعرف معلومات شخصية عنك هنبحث بس في النت ونعرف مين أصحابك وإيش هي اهتماماتك. فبتحاول راكيل تبدأ الدرس بس روي بيتمادى زيادة وبيقول لها بس انت عندك تعقيدات كتير في حياتك. مثلا انت حاسة انه زواجك فاشل بس مش قادرة تتركي زوجك لأنه لو تركتيه حتجني. بعد الصف بتتصل راكيل بصديقتها تيري وبتقول لها عن اللي حصل معاها في الصف اليوم وكيف واحد من الطلاب قدر يوصف حياتها الشخصية
الحرف الواحد. فبتتذكر حاجة، وهي إنه الكلام اللي قاله روي لها هي كانت كاتباه في إيميل بس حذفته من زمان عشان ما يقراه خيرمان. بعدها بتروح للبار اللي جنب المدرسة وهي بتشرب، بيشوفها ماورو وبيسألها إذا كانوا الطلاب بيزعجوها وبيحذرها من معاملتهم. فبتسأله إذا كانت مضايقات الطلاب لفيروكا هي السبب وراء انتحارها. بيقول لها إنه فيروكا كانت قوية زي الحجر وهي مش انتحرت لكن اتقتلت، والقاتل ده في صفك. بتنصدم راكيل جدا وبتخاف، فبتقول لها كونتيشا إنه فيروكا ما كانت من النوع الضعيف ولا عندها ميولات انتحارية. بعدها بتطلب راكيل من معلمة اسمها مارغا تعطيها أوراق امتحانات فيروكا للطلاب، واللي بتكون في المستودع اللي غرق بالفيضان، وأغلب الأوراق اتمسحت الكتابة اللي عليها. وهم بيدوروا على الأوراق بتعرف راكيل من مارغا إنه خيرمان كان بيعرف بموضوع انتحار فيروكا لأن أهله من المدينة دي وكل أهل المدينة عرفوا بالموضوع ده. بتقابل راكيل ماورو وبتطلب منه يديها نسخة أوراق امتحانات فيروكا، فبيسأله هو عن السبب، فبتقول له إنها عايزة تعرف مستوى الطلاب وكده. فبيرفض ماورو طلبها وبيتركها. ولما بتروح لقاعة المعلمين بتسألهم إذا تعرضت فيروكا لمضايقات من قبل طلابها. بتسمعها مارغا وبتسألها إذا الطلاب ضايقوها في حاجة، فبتوريها الورقة اللي مكتوب فيها تهديد القتل. فبتقرر مارغا تروح للصف وتعاقبهم، بس راكيل بتحاول تهديها وبتقنعها إنه هي اللي حتتصرف معاهم. وفي الصف بتطلع الورقة وبتقول لهم إنه من الحين ورايح مش حتساهل معاكم، إذا ما عرفت مين اللي كتب العبارة دي هرسبكم كلكم. وكلهم بيحتجوا ضدها، وبيقول لها روي إنه مش حتقدري تعملي كده لأنه ده مش قانون. فبترد عليه هي وبتقول له إنها تقدر تصعب أسئلة الامتحانات وبكده الكل حيرسب لأنه مستواكم ضعيف جدا. وبتوزع عليهم أوراق وبتطلب منهم يكتبوا اسم اللي ممكن يكون كتب العبارة دي. بعد الصف بتقرأ الأوراق واسم روي وياغور متكرر كتير. وقت العشاء بتعلن أم خيرمان إنه حتعرض المطعم بتاعهم للبيع، فبيسألها خيرمان وأخوه عن السبب، فبتقول لهم إنه عليها ديون كتير ولازم تسددها. بعد العشاء بتتخاصم راكيل مع خيرمان على الموضوع ده، ولأنه خيرمان عاطل عن العمل لأكثر من 2 سنين شايف إنه لو يشتري المطعم ويحول لأوتيل هتكون فكرة حلوة. بس فيروكا مش مقتنعة بالفكرة لأنه فيها مجازفة كبيرة. بتنصحه يرجع يقدم لصحافات وبيشتغل في مجاله أفضل. في اليوم الثاني بيدعو ماورو راكيل لجنازة فيروكا، وفي المقبرة بيجي كمان ياغو سكران ومعاه نيريا وروي. فبيروح عنده ماورو وبيطلب منه يخرج من المقبرة، لكن ياغو بيشتمه فبيضربوا ماورو في وشه. بعد الجنازة بيعطي ماورو نسخة أوراق امتحانات فيروكا لراكيل، بيطلب منها تدور على أي دليل يقدر به يعرف قاتل فيروكا. فبترفض راكيل تاخد منه ذاكرة وبتطلب منه يقول الكلام ده للشرطة عشان هي مش هتقدر تساعده في الموضوع ده. بيقول لها هو إنه الشرطة عندها نسخة وما عملوا بيها حاجة، وبيقول لها اعمل الحاجة دي مش عشان فيروكا وإنما عشانك انتي عشان تتجنبي تلاقي نفس مصيرها. بتفتح راكيل الذاكرة بتقرأ أوراق امتحانات لروي واللي كان قريب جدا من فيروكا، وبيكتب لها عن حاجات خصوصية ليه جدا. المهم بعد الدوام بيجي أبو ياغو عند راكيل وهو متعصب وبيبدأ يصرخ عليها، وبيقول لها إنه في معلم اعتدى على ولده في المقبرة ولازم يعتذر لابنه. في اليوم الثاني بيكونوا الطلاب مش عايزين يدرسوا بما إنهم حيرسبوا، وبتسأل نيريا إذا لقت مين اللي كتب العبارة. بتقول لها إنها عندها اسمين والمشكلة اتحلت. وبتبدأ الدرس وفجأة بيجي على جوالها رسائل من رقم مجهول بتقول مين كان بيعرف إنك شقية بالشكل ده، وهل زوجك بيعرف باللي عملتيه؟ ومع الرسالة فيديو ليها وهي مع واحد. وده أول حلقتين من المسلسل. لو حبيتوا ألخص لكم باقي الحلقات اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.